دي هي اجدد عربيه مرسيدس عملتها، وكمان الوحيده في مصر، مرسيدس سي ال اي الجديده كليا. اهم حاجه ان هم بعدوا عن مواتير رينو، بقت اقوى بكتير، نفس موتور السي 200 ال 204 حصان اللي خارج من ال 1500 توربو، والعربيه كمان مايلد هايبرد بعزم دوران 300 نيوتن متر، وشها شبه سمكه القرش ب 142 نجمه على الشبكه، ده غير الليد بار الجديد اللي ماشي على وش العربيه كله لحد ما بيوصل لنجمه مرسيدس اللي في الفوانيس. ظهرها مسحوب زي عربيات اكزوتكس وجي تي، والجنط الجديد اللي محلي شكلها قوي. والسي ال اي عامه من انجح العربيات في الايروداينامكس. باب العربيه لوحده قصه ثانيه، من اول اكره العربيه الجديده اللي بتطلع لك من لمسه ولحد الازاز الفريملس، وبنفس زرارين الازاز لو دوست هنا تقدر تتحكم في الورا. والمفاجاه ان السي ال اي بقت بتنزل بالسوبر سكرين، ودول عباره عن 3 شاشات كونكتد ببعض، وكل حاجه بقت اسهل لحد النافيجيشن اللي بقى اوريدي جوجل مابس، واوبشن الوان الامبيانت لايتس اللي بقى شكله احلى بكتير وانت بتختار، والفيرتشوال اسيستنت اللي بتدوس الزرار بيساعدك دلوقتي بقى معتمد على الاي اي. لو دوست هنا هتقدر تغير الدرايفنج مودز اللي بقى شكلها مختلف عن زمان. الستارت ستوب انجن بقى موجود في الفتيس، ودلوقتي البنزين بالبرسنتج، وده معناه انك معاك 34% من التانك. ولو عندك اجتماع او عايز تاخد سيلفي مع اللي جنبك، في كاميرا بيلت ان، وتقدر تتحكم في جوده الصوت من ساوند سيستم البيرمستر، وده صوت العربيه. مكان الوايرلس تشارجر اتغير، وبقى عندك 2 كاب هولدرز ومساحه تخزين هنا. وعاجبني قوي ان الامبيانت لايتس بقت على فتحات التكييف. بصراحه هي اختيار اتراكتيف جدا لاي بنت او ولد بيفكروا في عربيه شيك، وده عشان اكبر وعمليه اكتر واذكى بتكنولوجي خطيره، وكمان مريحه قوي. كمان بقت موجوده جنبك في 70 شارع النزهه في مصر الجديده في جير اب. وطبعا جير اب هم اول ناس يدخلوا النسخه البنزين جوه مصر.